لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا. اللي هي المغرب. هتقولوا لي مالها المغرب؟ اقول لكم المغرب من زمان وكلنا عارفين انها بلد شقيقة وشعب انا بعشقه شخصيا، ما فيهاش مشاكل، وشعبها يناصر القضايا المهمة زي قضيتنا الام وقضية اي عربي مسلم، الا وهي فلسطين. وده كلنا بنلاحظه من خلال ماتشات الكورة وتشجيعات الجماهير. طب ايه اللي حصل هناك؟ اللي بيحصل هناك هو ان شياطين العرب، برضو الامارات والسعودية، زي ما بيحاولوا يخربوا في تونس وبيحاولوا يخربوا في الجزائر وبيحاولوا يخربوا في ليبيا وخربوا في مصر، رايحين عايزين يخربوا في المغرب. والله العظيم. وده من خلال ايه؟ من خلال دعم جماعات مسلحة تحت اسم البوليساريو، ودي مجموعات موجودة في الصحراء من زمان، وفي نزاع بينهم وبين المغرب والجزائر، وموضوع كبير قوي، وفي اخبار بس مش متأكدين منها، وهي ان الملك قفل قنوات تابعة للامارات والسعودية، قنوات تلفزيونية. طب ايه كمان؟ مصر والسيسي والمخابرات المصرية، يا نهار ابيض، شفتوا بقوا متأجرين. مصر والسيسي، لا، المخابرات بتاعت السيسي والسيسي اللي متأجرين. تخيلوا داخلين في موضوع المغرب. والله. طب تعالوا نشوف الفيديو اللي سربته المخابرات المغربية لأحد ضباط المخابرات المصرية أو أحد ضباط الجيش المصري التابع للمخابرات، وهو بيحرض اللاجئين اللي قاعدين في الصحراء على المحاربة وامتلاكها بأي شكل. نسمع التصريف ده ونرجع لكم. يا محمد، يعني الموقف ده لازم يستغل كويس جدا. اللي هو ايه؟ اللي هو يا محمد ان الارض دي ارضكم، والارض دي محدش ياخدها منكم، واخد بالك؟ جات لك الفرصه انك تقول كده. نقطه المنورس دي لازم حضرتك تبص لها انها ميزه ليك مش عيب. عارف ليه حضرتك؟ لان المنورس اللي لم يتم انشائها في الصحراء الغربيه ده معناه عدم وجود حق للبوليساريو، واخد بالك؟ شفتوا الكلام؟ بيقولوا الارض دي ارضكم، وبيقومهم على المغرب. ليه بقى كل ده؟ يعني السيسي ما عندوش مشاكل كفاية، عشان كده رايح يدور على مشاكل في المغرب، لانه بيتأجر هو مخابراته، بيتأجر. انما سايب مشاكل سينا وعايز يخش في مشاكل مع ليبيا، وسايب مشكلة اثيوبيا. والله العظيم حرام. والله كلنا هنتحاسب، كل الشعب المصري هيتحاسب. واوعى تفكر يا جيش مصر ان الجيش منفصل عن الشعب. الجيش هو الشعب، ولاد الشعب هم اللي في الجيش. الخزي والعار وقلة النخوة والرجولة اللي اتقطعت في قلوبنا كل والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.